لازم يكون معاه رخصة قيادة سرية، كمان معتمدة من جهة معتمدة. من جهة ايه؟ من جهة معتمدة. يبقى احنا اتكلمنا وقلنا لازم يكون معاه رخصة قيادة تكون سارية ومعتمدة من جهة ايه؟ معتمدة. احنا في مصر عندنا شركة اللي هي موجودة في العاشر في 6 أكتوبر، زي الرخصة اللي كانت مع مان ليفتر. في منها يا إما بيكتبلك سائق، سائق معدات تقيلة، يا إما سائق ايه؟ فورك ليفت أو رافعة شوكية. تمام كده؟ تمام. تعالوا شغلنا كده. تعال نشتغل على الإرشادات العامة. في حالة أي وجود عطل بمعدة، طبعا ببلغ عن العطل ده فورا. غير مسموح باستخدامها معدة، يجب التبلغ عن العطل فورا. يجب استخدام آلة التنبيه والفلاش الضوئي عند الاقتراب من التقطعات وزوايا رؤية العمياء. هنا قالك ايه؟ عند الاقتراب من التقاطعات وزوايا الرؤية العمياء. في حالة الاقتراب من التقاطعات أو زوايا الرؤية العمياء، داخل على ملف بيبدأ يشغل آلة التنبيه ويدي إشارات ضوئية أو فلاشر ضوئي عند الاقتراب من التقاطعات. تاني، داخل على ملف ببدأ يشغل آلة التنبيه، تمام، ويدي إشارات ضوئية أو فلاشر ضوئي عند الاقتراب من التقاطعات علشان ينبه لو حد جاي من الناحية التانية. يقولك يجب تحاشي الانحناءات الحادة، يعني ما ياخدش الملف على الضيق زي ما بيقول، ياخده على الواسع، لأن لو اخده على الضيق ممكن يقلب. والرافعة الشوكية كلها صغيرة، لو اخدها على الضيق هيقلب. حتى قالك ايه؟ حتى لا يتسبب ذلك في انقلاب الرافعة الشوكية. غير مسموح بالقفز من الرافعة الشوكية أثناء حركتها، زي الناس اللي بترمي نفسها من أتوبيس، ولا في أتوبيس ولا أي وسيلة مواصلات.